آخر حاجة قالها لمامته: سامحيني يا أمي على أي حاجة. تعال أقول لك إيه اللي حصل. الشاب اللي أنا حاطته لكم على الشاشة ده اسمه عبد الرحمن خالد، شاب في ثانوية عامة اختفى بعد امتحان اللغة العربية وفضل متغيب عن البيت ليومين. الشاب دوت دخل في حالة وحشة جدا بعد امتحان اللغة العربية بتاعه علشان ملحقش يخلص الامتحان والورقة اتسحبت منه. تغيب عن البيت يومين ومحدش يعرف عنه أي حاجة يعني، ولكن الجهات الأمنية قدرت إن هي توصل لجثته والولد توفى. لغاية دلوقتي محدش يعرف هو يعني اتقتل، حد قتله ولا هو اللي قتل نفسه ولا ايه اللي حصل، ولكن في النهاية الولد توفى وقدرت الجهات الأمنية إن هم يوصلوا لجثته. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله. والحاجة الأخيرة اللي أحب أقولها: الثانوية العامة مش نهاية العالم، فبلاش الطلاب ياخدوا الموضوع على أعصابهم للدرجة ديت وينهوا حياتهم عشان خاطر امتحانات الثانوية العامة. ادعوا لعبد الرحمن في كومنتات.